دلوقتي بصراحة شديدة، هل انت متضايقة من الوسط اللي حواليكي؟ هل في حد بيسأل عليكي؟ حد بيودك؟ حد بيجيب لك شغل؟ لا، هو انا ما اقدرش انا اصلا اشتغل اليومين دول، لان اتعرض عليا من الحاج احمد السبكي مسلسلين والله يعني. راجل عظيم ربنا يديله العمر والصحه. هم السبكيه كلهم عيله يعني، ناس كويسين جدعان. بس انا ظهري مش مساعداني. مش مساعداني ان انا اقدر اقف. فلو انا مسكت عمل هبوظ عمل المنتج او عمل كله. يعني مش هقدر اكمل. او مش هاديهم التايمنج اللي هم عايزينه. وظهرك ده ملوش حل؟ ان شاء الله يكون عنده حل باذن الله، ربنا عنده حلول كتير. لكن ما تقدريش تشتغلي دلوقتي حل لا. اما بالنسبه للسؤال بالعكس، انا بشكر كل زملائي وزميلاتي، ما فيش حد ما سالش عليا. لسه امبارح يسرى يمكن 4-5 تليفونات في يوم واحد. والله وميرفت امين طبعا، دنيا وايمي دول ولادنا. على طول بيسالوا عليكي على طول، وانا بسال عليهم. بموت فيهم، بحبهم. كنت بحب امهم قوي. امهم كانت بالنسبه لي سند كبيره، امهم وابوهم يعني. البيت كله، العيله كلها. سند في ايه؟ كصديقه يعني؟ كاصدقاء. لو قاعده من غير شغل يجيبوا لي شغل، لو قاعده لوحدي لا ما تقعديش لوحدك، تعالي احنا عاملين مش عارفه ايه اكل ايه يا عم ستة. يعني كان في يعني لو قعدتي من غير شغل تروحي تقولي لهم انا ما بشتغلش، ولا هم بيحسوا بيكي؟ هم بيحسوا هم بيشتغلوا في نفس المهنه يعني. طيب مين غير دلال عبد العزيز؟ سمير صبري. الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن اليه. ده جار ابويا في اسكندريه. كان عيلته وعيله ابويا في جنب بعض العمارتين في بحري. فصديق عمري طويل. وبعدين كان دايما يوجهني ودايما يقول لي مقولات حلوه، ودايما نضحك، ودايما واسبوعيا نسهر عنده. يوم عنده كان يوم الثلاث، والخميس عند فريد شوقي. حكايه الصحاب وبيسالوا عليكي، انا الفتره اللي فاتت دي فتره الكورونا وكده، كان عندي صحاب كتير قوي في الجامعه، فكل شويه ادخل على الفيسبوك الاقي انا لله وانا اليه راجعون، والاقي حد من صحابي اتوفى. لما ناس كتير من اللي كانوا حواليكي بيتوفوا، بتخافي من الموت؟ انا ما بخافش من الموت، انا بخاف من العيا. المريض صعب جدا. الألم وصعب انه يعيش حد يفضل مراعيه، لان ما حدش متفرغ دلوقتي. مش زي زمان، ما فيش نينة بتاعت زمان وما فيش الحاجات دي. اوف، ده بقى قرفنا وتعبنا معاه. عيب بقى، عيب. فانا ما احبش العيا، ما اتمناش لا ليا ولا لغيري. ما تتمنيش تتحوجي لحد. ايوه. لكن الموت علينا حق. دايما اقول الحوجه دي اوحش حاجه. الموت علينا حق. محدش عارف امتى. يعني انت بتحسي انك جاهزه للقاء ربنا؟ طبعا والله. ولازم احس، ومن غير ما احس ده لازم، ده قدر. ما بتخافيش لما بتسمعي ان فنان سمير صبري توفى او مش عارفه؟ لا، بحزن اني على فراقه، لان كانت حاجه ما بتسعدني في الحياه، ما بقتش موجوده. فطبعا ما حسيتيش ان الدنيا فضيت حواليكي قصدي؟ كتير راحوا. كتير راحوا. كل وفي سنين وفي وقت قليل قوي. بس ما نعترضش على امر الله، ده قدر الله ما شاء فعل. طبعا. واكيد راحوا حته احسن بكتير. اكيد عند ربهم احسن.